السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم في قناة المبروكي كوزينتي. هذه اليوم ان شاء الله عندي معكم الرفيسه اللي ما حطيتها لكمش في عيد المولد النبوي، وسمحوا لي قلت لكم راه المهم ما كتبش باش نحطها. وهذا هو الفيديو تاعنا نتاع اليوم اللي هي الرفيسه. نتمنى من الله تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش اللايك والبارطاج وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وشي كومونتير زوين. الرفيسه بواحد الطريقه درتها ساهله. دائما كنبغي ندير شي حاجه ساهله اللي كيمول في ديال تجيه ساهله، واللي ما عمرو دار كتجيه ساهله. نتمنى من الله تعجبكم وتابعوا معايا الفيديو حتى التالي. سمحوا لي الفيديو اللي حطيت المهم البارح ولا المهم البارحين. المهم كان الفيديو كان شويه مخربق في الهضره، راكم شفتوا يعني ولادي كيهضروا وانا كنهضر، يعني كنبقى نقطع ونولي نهضر. داكشي علاش يعني كان الفيديو شويه المهم الهضره ماشي هي هذيك. المهم سمحوا لي، راكم عارفين يعني ما غاديش نقدر نبقى نسكتهم، وما غاديش نبقى نقدر يعني ندير داك الصداع ديال الدار. راكم عارفين كاع الدار اللي فيها الوليدات الصغار كيكون فيها شويه تاع الصداع. المهم هذه هي الرفيسه ديالنا تاع اليوم، قلت لكم بطريقه سهله. نتمنى من الله تعجبكم. نمشيو مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنايا عندي الخرقوم، البزار الكحل، سكينجبير، دويمه تاع زعفران الحر، وعندي الهريسه والعطريه ديال الدجاج، والثومه والقزبر والمعدنوس. الدجاجه مطبيعه الحال غسلتها وخليتها باتت يعني حتى نشفت. عندي الحامض وعندي هنايا الماء. نعاود معكم المقادير. عندي هنايا الحامض اللي نحيد داك العلف ديال الحامض، اللي ما صفيتش الحامض غير عصرته هكا صافي. هنايا عندي الهريسه والعطريه ديال الدجاج، وعندي هنايا الثومه وحده 4 تاع الريوس نتاع الثومه، الخرقوم، سكينجبير، البصل الكحل، وديك الدويمه ديال زعفران الحر، القزبر والمعدنوس. قلت لكم انا ما كنشرمش بالتحميره، ما كتجيش التحميره. الدجاج ما كيجيش بنين. انا بعدا يعني جربتها ما كيعجبنيش ديك البنه ديال التحميره في الدجاج. نقدروا نديروا يعني الدجاجه ملي تكون طيب بصح باش نشرمل بها ما كنشرملش. المهم صافي هنايا كنبقى ندهنها من برا مزيان باش داك الزعفران كيعطي اللون ديالو، وكندخل هذيك الشرموله لداخل الدجاجه. هنا شدوا لها شويه كبيره، راه فايت 2 كيلو. صافي نعمرها قلت لكم بشرموله مزيان، وراني كما قلت لكم راني غسلتها وخليتها باتت مزيان. ودائما كندير لكم هذه القضيه حتى كتنشف الدجاجه مزيان من الماء باش ما كتهبطليش ديك الشرموله مع داك الماء اللي كيكون في الدجاج. هنا ريبيتها الليله كامله. صافي هنايا كنقلب الصدر، كنبقى هكايا بالموس وندخل ديك الشرموله لداخل. هنايا عاوتاني مع الجناب ندخلها بالجلده نتاع الفخاد. صافي هنايا واحد القضيه كتجي زوينه. الدجاجه كنربطوا لها دوك الجنيحات هكايا اللور، يعني ما كيكونوش جناح كاملين، يعني ما كنحيدوش منهم، يلا كنحيدو غير داك السطح هكايا الفوق. صافي يعني كتجي الدجاجه كتبقى هكا مربوطه. ان شاء الله غادي نصاوبها معكم ان شاء الله يا ربي. صافي هنايا هي شرملتها، غادي نخليها هذه تبات يعني تبات ان شاء الله. داكشي على حساب الوقت ديالكم. كان عندكم الوقت بيتوها، ما كانش عندكم راه غير ساعه ولا 2 سوايع صافي كتشرب لك شرموله، هي من الاحسن تبات. صافي هنايا جبت باش كنصب الرفيسه. هنايا عندي كاس نتاع الزيت قل ربع، عندي هنايا العدس مرطب، عندي الحلبه مرطبه ضروري تغسلو ويتنقى. عندي الزبده هنايا قلت لكم راني ما هادشي ندير التحميره في الدجاجه، يعني نقدر نطيب بها. المهم غير ما تشربش
هذيك العطريه تحميره الدجاجه. صافي هنا قلت لكم العدس والبصله. درت هاد البصله الحمراء قطعتها هكا شرائح طوال، وهادي ندير شويه نتاع مساخن وشويه تاع التحميره وشويه نتاع البزار الكحل وواحد الفتيته نتاع التحميره، لحقاش داك العجين سمحولي مسمل، يعني خصو يعطي اللون شويه، يعني ما يبقاش هكاك اصفر، يعني ضروري ما ندير واحد شويه تاع التحميره. صافي هنا رديت هاد الشرموله اللي بقات لي زدتها هنا، راني ما شحرت حتى شي حاجه، كلشي درتو هكا. وهذه نزيد هنا درت الشرموله، وهذه ندير هاد جوج بصلات نتاع الثوم، انا كتعجبني الثومه بزاف. صافي هنا زدت الماء، ما نشحروش البصله باش البصله اللي كتعطينا ديك الريحه زوينه في الرفيسه. هاد سميتها الرفيسه كتجيني شويه ثقيله، حنا كنقولوا له بونيش ما نديروش الرفيسه. صافي هنا غادي نديرها الطيب، هنا غادي نخليها تشوف البوطه راها مجهده، هذه غير تغلى وهذه نقص عليها. هنا جبت الحلبه نطيبها بوحدها ديك اللي بقات، وجبت العدس غادي نطيبو بوحدو، هذا المسمن خلاص راني حطيت معكم الفيديو بوحدو، يعني كنوجدو قبل وكنحتفظ به في الثلاجه، كنديرو في المجمد وكنخليه. صافي هنايا حتى غلات الكوكوط، وهذه نهز ديك المهم المرقه، وهذه نديرها على العدس، يعني ما غاديش ندير الماء في العدس وفي الحلبه، غادي ندير هذه المرقه. انا كثرت باش ندير على حساب العدس والحلبه، والحاجه غادي تطيب بوحدها باش ما تجيش اللي بغى ياكل العدس، يعني كاين اللي كيبغي يكثر كاين اللي ما كيبغيش بزاف، والحلبه حتى هي هكا. يعني الا كثرت الحلبه، يعني هذه الحلبه كنديروها في طبيصلات صغيورين، الا كثرت الحلبه راه تجي شويه مره، وها يعني حساب الوليدات الصغار يعني هذا شويه مجهده عليهم. صافي هنايا هذا الدجاج طيب، الدجاجه طيب. صافي هنايا الحلبه طابت، العدس طاب، الدجاجه حتى هي طابت. ما شاء الله اللون اللي راه عطا، والريحه ما شاء الله داكشي باش نقول لكم بنين بزاف، تبارك الله ما شاء الله. صافي هنايا حيدت الدجاجه، وهذه نديرها هنايا في هاد الصينيه هذه باش ندخلها للفران. نزرد هاد البصله شويه طيب، خصها المهم خصها واحد شويه. هنايا غادي ندهن الدجاجه، انا درت غير الزبده بوحدها مانيش دايره لها هريسه، نتوما ديروا الهريسه المهم غير دابا انا ما عنديش في الدار. صافي هنايا قلت لكم غادي ندهنها بالزبده، دهنها مزيان. دائما كنخلي الدجاجه حتى كتبرد واحد شويه عاد كندهنها باش ما كتهبطش ديك الزبده كامله. صافي هنايا دهنتها مزيان، غادي ندخلها للفران. وصافي هنايا غادي نجيب هذاك المسمن، غادي نديرو يتفور واحد شويه غير يسخن ماشي يتفور. الدجاجه هي تحمرت، اللي بغى يدير المسمن ماشي المسمن هذاك اللي المهم كنطيبوه غير في المقله كيبقى شويه خضر، هذا كنسخنوه في الفران. صافي هنايا كلشي وجدتو، العدس الحلبه الدجاجه تحمرت. صافي هنايا ان شاء الله غادي نوجد الرفيسه ديالي. صافي هنايا درت المرقه واحد شويه في ضروري ما نديرو في الاول المرقه في القصعه، وكان ندير واحد شويه من فوق المسمن. بحال هاد الرفيسه هذه فيها واحد البنه بحال كاع بوحدها. وصافي كندير شويه تاع المسمن ونزيد واحد شويه تاع المرقه، وصافي دابا هذه نسقيها. وهنايا نسيت نقول لكم بلي درت البيض سلقته وشويه زودته بحبه البركه و شنو نقولوا له يا ربي السالوج الاحمر. وصافي هنايا العدس والحلبه درتها في طبيصلات صغيورين
وها هي القزعه ديالنا ديال الرفيسه جايه ما شاء الله، جايه تشهي، جايه بنينه، واحد الريحه ما شاء الله. بصحتكم وراحتكم.